إلى متى هاي المجاملة راح تستمر؟ حدا يحكي لي. شوفوا طريق ليونيل أندرس ميسي في كوبا أمريكا أسهل من هيك طريق ما شفت بحياتي كلياته. يعني حاطين الأرجواي مع البرازيل عشان يريحوا ميسي من واحد منهم، لأنه لو ميسي واجه بنصف النهائي أو بربع النهائي أحدا من الأرجواي أو البرازيل راح يخرج. بس لا، حاطين طريق ليونيل ميسي سهل جدا إنه يوصل النهائي، بيلعب ربع نهائي ونصف النهائي مع منتخبات سهلة ويواجه منتخب صعب واحد في النهائي. وحاطين البرازيل واراجواي مع بعض في ربع النهائي عشان يخلصوا من واحد منهم. بينما شوفوا طريق كريستيانو رونالدو باليورو، فرنسا، المانيا، اسبانيا وايطاليا، وبتيجي بتحكي لي ميسي. هذا الفرق بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي. رونالدو دائما طريقه صعبة، دائما بيواجه اصعب المنتخبات، بينما ميسي دائما طريقه سهل بيواجه اسهل المنتخبات. عشان هيك ما حدا منهم طالع اسمعه او اسمع ميسي حقق الكوبا ورونالدو لسه ما حقق اليورو هذا الموسم. اوعى اسمعها، لانه رونالدو طريقه جدا صعب. لو حقق اليورو فهو بكون حقق عداد 4 بطولات كوبا اقل اشي. فما حد يقارن لو سمحتوا طريق رونالدو بميسي، انه فرق شاسع والله. هذا الفرق بين رونالدو وميسي، رونالدو بيتعب وميسي مرتاح.